جوزي بيخرج من رمضان كرشه مترين وبيشخر وهو نايم بسبب ان هو يقول لي هاكل حاجه بسيطه على الفطار ويضرب الصينيه كلها. اعمل ايه معاه؟ تعالي اقولك على دايت يخسسه من 5 ل 8 كيلو في رمضان. الطبق الصحي مفيش اختلاف عليه، المهم نعرف النص ساعة الأولانية بعد الفطار هناكل فيها ايه، لأن دي هتحدد مين هيتخن ومين هيخس. حطي لجوزك تمراية واحدة وبلاش كوباية الخشاف على الفطار، خليها بعد صلاة التراويح، عشان جوزك ما بيعرفش في موضوع السنة ده غير حاجتين: ال7 تمرات وإنه يتجوز 4. محل العصير اللي فتحتيه على جنب ده خليه بعد الفطار بساعة، علشان ما تغيريش ريقك على سكريات ترفع لك سكر الدم. وخلي شويه شوربه دافيين من غير لسان عصفور، عشان لسان عصفور ده مكرونه مش شوربه. تعالي نقسم الطبق بتاعنا 4 اجزاء. هنخلي الخضار المطبوخ والسلطه موجودين على السفره كل يوم، اوعي تكتفي بالنواشف والصواني وتنسي الخضار المطبوخ. حطي البروتين الحلو سواء كان مشويات، بط، حمام، فراخ، اللي موجود عندك. حصه النشويات بتاعتك انتي 3 معالق، لكن لجوزك خليهم من 5 ل 6. واعملي له طبق سحور صحي فيه بروتينات وكمان موزه وعلبه زبادي عشان ما يعطش وهو صايم. ودي طريقه الدايت اللي تخليه يخس من 5 ل 8 كيلو في رمضان، والدايت بتاعكم ما يبقاش دايت في الكنافه. ورمضان كريم.